صحاب الشاطرة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله تكون وصفة ان شاء الله ديال الدجاج. غنحاولوا نقطعوه طرونش باش يبقى لنا واحد الجرائح اللي هما رقاق. نحاولوا نغطوهم، نجيبوا اي آلة عندنا ونضغطوا عليهم باش ياخذ الرق ديالهم اكثر، باش يطيبوا ما ياخذوش لنا واحد الوقت، وباش اي حاجه درناها فوقهم يشربهم. هنا غناخذوا مايونيز وناخذوا الموتارد ونحركوهم مزيان تنحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس، وغنحاولوا نخلوه جانبا. وغناخذوا ان شاء الله هذاك لي طرونش ديال الصدر، وغنحاولوا انهم نغطوهم ندهنوهم بهذا الخليط اللي هو ديال المايونيز والموتارد. نكملهم ان شاء الله كلهم بهذه الطريقه. نحاول ان شاء الله نجيبوا موزاريلا ان شاء الله، والمقدنوس والمعدنوس حسب كل واحد واش كيبغي، والثومه، ونحاولوا نحركوهم مزيان. تاكدوا من ديك الثومه والماء تخلطات مع الموزاريلا، ونحاولوا نحطوهم فوق لي طرونش ديال الدجاج، شرائح الدجاج بهذه الطريقه. من بعد ما نكملوا ان شاء الله نحاولوا نروليو كل واحد. هذا هو السر ديال هذه الوصفه، كتجي خطيره وكتجي واحد الشكل ساهل وما كتاخذش الوقت. نديروا اي صينيه عندنا، سواء ديروا فيها الورقه ودهنوها حسب كل واحد من صينيه عندكم كيفاش كتصرفوا معها في الفران. فنحطوهم ان شاء الله، وندير لهم واحد شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، وما نساوش ان شاء الله زيت العود حتى هو. هنا كنحاولوا ندهنوهم بداك الخليط المتبقي، ونديروا زيت العود كما قلت لكم ما نساوش، لانه كيعطي واحد النكهه خطيره. ندخلوهم الفران نص طيبه، ومن بعد نخرجوهم. غنزيدوا عليهم هاد الموزاريلا يعني تيطيبوا الطياب 30 دقيقه، ومن بعد نخرجوهم نزيدوا هاد الخليط ونعاودوا ندخلوهم الفران 30 دقيقه. النتيجه كتجي خطيره كتشهي وما كتاخذش الوقت. وفي رمضان تاكدوا بان اكله خطيره غتنفعكم، وعلى حسب كل واحد وكيفاش كيبغي الطياب ديال الدجاج، كيبغي يطيبو يتحمر مزيان ولا نص طيبه. فالمهم المذاق خطير. الى هنا نقول لكم رمضان كريم، يدخل عليكم الصحه والسلامه والرزق وراحه البال ان شاء الله. وباش ما تمنيتوا على جميع المسلمين المغاربه وغير المغاربه في جميع انحاء العالم. باي.